هايو، لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت من حكايه تشين الشيطان 18 روح شوفها الاول، وهتلاقيني سايب لك رابط كل الحلقات اللي فاتت في صندوق الوصف. وما حدث في الحلقات السابقه بعد ما شفنا اللي حصل مع بطلنا تشين وانحصل على الجسد المحرم ومهاره التنين والفيل، وكمان شفنا الهجوم المباغت اللي حصل عليه ابن الملك ال11 والخادمه بتاعته، وشفنا ازاي بطلنا تشين قدر يتصدى ليهم وكمان يوقع ابن الملك ال11 على الارض، وده طبعا بعد ما قضى على الخادم. ووقفنا في الحلقه اللي فاتت لما بطلنا تشين واقف قدام ابن الملك ال11 وقال له هتفدي حياتك بايه؟ فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يلا بينا نشوف. بعد ما بطلنا تشين بيقول له انت عايز تشتري حياتك ازاي يا ابن الملك ال11؟ فبيرد عليه دوان وهو خايف وبيقول له لا انا مش مصدق انك تتجرأ وتقتلني. فبيرد عليه بطلنا تشين وبيقول له تصدق او ما تصدقش فكل ده مش فارق معايا، انا هقطعك حتت النهارده. ساعتها دوان بيترعب جدا وبيفدي نفسه بسيف التنين بتاعه، فبياخده تشين منه وبيقول له ده سلاح مقدس ونادر جدا، وقوه التنين اللي جواه بتخليه استثنائي وانا خلاص قبلته منك يا دوان. فبيرد عليه دوان وبيقول له القوه الروحيه لجوهره نايون خلصت تقريبا، اتمنى بقى ان سيف اصل التنين المقدس ده يكون كافي. ولسه دوان هيمشي لكن تشين بيوقفه وبيقول له لسه لي عندك حاجه. وهنا طبعا بطلنا تشين يقصد بكلامه الشينز جيان الخاصه بدوان، فدوان في الوقت ده بيعرف وبيقول له مستحيل، وتشين كالعاده ما بيتغيرش وبيرجع يستفزه تاني بكلامه وبيقول له بكل جبروت لا 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 مفيش مستحيل، وحتى لو اتوجد مش هيكفي علشان يهزمني. بيستخدم بطلنا تشين قوته في الوقت ده وبيوجه لدوان ضربه قويه جدا. هنا دوان بيستخبى ورا صخره وبيكون خلاص جاب اخره من كتر غيظه، بيضرب ايده في صخره جنبه وبيكسرها لحتت. بيتكلم مع بطلنا تشين وبيقول له انا مش هسيبك انا هقتلك النهارده. وفي نفس اللحظه دي بيطير بسرعه كبيره جدا وبيهجم على بطلنا تشين. هنا بطلنا تشين بيضحك وبيستخدم بسرعه قوه سجن التنين والفيل. بيدوس تشين على دوان برجله وبيهدده وبيقول له هاتها وما تخلينيش اكرر كلامي. ساعتها دوان بيستسلم لتشين وبيديله الشينز جيان بتاعه. كده بطلنا تشين يكون بيستفرد بابناء الملوك واحد ورا تاني. بس السؤال بقى هل بطلنا تشين هينجح في خطته دي؟ يلا بينا نشوف. المهم بعد كده بيمشي تشين وبيقول لدوان اشوفك بعدين بقى. وفي المشهد اللي بعد كده بيجي ابن الملك السابع لدوان وبيشمت فيه شويه، بيقول له انا شفت عرض حلو قوي بجد، دي حاجه ما تتصدقش. الابن ال18 اللي كان مجرد حساله بقى بيتقارن بالابن ال11، وكمان بقى قادر يستخدم جوهره نايوان اللي هي كنز غالي جدا. وبيضحك الابن السابع وبيقول للابن ال11 انت فعلا مالكش اي لازمه. هنا دوان بيغضب جدا وبيقول له انت ازاي تتجرأ وتشتمني؟ فبيرد عليه الابن السابع وبيقول له لا لا انا ما اقدرش اتريق عليك، وبعدين بعد كل حاجه احنا علاقتنا ببعض مش وحشه قوي كده. فبيرد عليه دوان وبيقول له لو الموضوع زي ما انت بتقول كده يبقى ساعتنا تعاف، انا مش هسيب تشين الغبي ده يهرب بعملته دي. ولكن كانت الصدمه. بيرد عليه ابن الملك السابع وبيقول له انا مش هساعدك. لا في الوقت ده بيقول له دوان امال ايه اللي جايبك هنا؟ فبيضحك الابن السابع وبيقول له انا جيت علشان اودعك. بيستخدم الابن السابع صوابعه وبيخرج منها شعاع بيدخل على طول في قلب دوان. وهنا دوان وهو بيلفظ انفاسه الاخيره بيقول له انت ليه عملت كده؟ في المشهد اللي بعد كده بنشوف الابن السابع تيان وهو بيمسح دم دوان من على صوابعه، وبيضحك وبيقول لابن الملك ال11 انا ما عنديش اي سبب ان اقتلك، انا بس حابب اخرب اللعبه وكل ما تزيد المشاكل هتحلو اكتر ونتيجتها هتكون احلى واحلى. ودلوقتي ابن الملك ال18 هو اللي هيكون المتهم الرئيسي بقى، وده هيكون ممتع اكتر. وبالمناسبه لخادمك تشانج انا اللي قتلته، وهو كان بيشتغل لحسابي وانا اللي خليته جاسوس في بيتك وانا اللي امرته بقتل تشين، والسبب الرئيسي في موته كان السم اللي انا حطيته ليه. وبكده خلاص دلوقتي مهمتك خلصت وتقدر تموت. فعلا هنا بيموت ابن الملك ال11. بعد كده بنشوف بطلنا تشين ماشي وجوهره نايوان طايره جنبه في الهواء، فبيمسكها تشين وبيقول جوهره نايوان دي حاجه مش عاديه، انا ممكن اراقب بيها اي مكان من غير ما اي حد يلاحظ او يحس باي حاجه. وبيكمل تشين كلامه اخيرا بمساعده جوهرتي الغاليه قدرت نعرف ان الشخص اللي ورا اللعبه دي هو الابن السابع. الابن السابع ده اللي عمال يحرك كل حاجه من بعيد، وده معناه ان ابن النصحى تشين غفل ابن الملك السابع وكشف حياته من خلال جوهره نايوان. المهم بعد كده في معبد يوها وبنشوف ان اللؤلؤه بتاعت ابن الملك ال11 بتتدمر من ما بين ال18 لؤلؤه الخاصين بابناء الملوك. هنا الببغاء وبيتفاجئ جدا وبيقول اتدمرت اللؤلؤه بتاعت ابن الملك ال11 وده معناه ان ابن الملك ال11 مات، وده هيؤدي ان الحرب هتبدا قريب. وفي قاعه يوتشي بيقول جولي تشين انا لسه مكتشف ان حدث يوتشي معمول اصلا لتجربه فاكهه يوتشي الاسطوريه، ده غير ان الشخص المحظوظ اللي هياخد حمام في بركه يوتشي مع القديسه، وده تقليد لما بتبلغ قديسه يوتشي وبتختار الشاب المحظوظ اللي هيكون معاه، وده لان عنصر المياه المقدسه في البركه غامض جدا وبيحتاج لاتحاد العنصر الين واليانج لخلق التوازن، وده بيحتاج للراجل والقديسه يتدربوا مع بعض، وبعد كده عمليه الغمر في المياه المقدسه بتغير شكل القديسه. وبيكمل جو كلامه بيقول ان هو سمع قبل كده ان الجنيه بيكسي وقعت في حب سيد طائفه يوهامين اللي كان معاها في التدريب المشترك. بعد كده على طول بيجي الامير لين والامير السابع لتشين، واول لما الامير لين بيشوف جو مع تشين بيتفاجئ جدا. وهنا بيقول جو لتشين الشخص اللي جنب الامير السابع ده هو امير الولايه القديمه للتنين والفيل، وكان دايما معجب بالاميره التاسعه وهي دلوقتي
الخدامه بتاعتك. ساعتها الامير السابع بيقول لجو هو انت بقيت كلب مخلص للابن ال 18 ولا ايه؟ فبيرد عليه جو بيقول له هو انت اللي بتغلط فيا دلوقتي، على فكره انت ممكن تتكلم من غير الخداع اللي انت بتقعد تعمله ده. فبيقول الامير السابع الامير ده عايز يقطع رجل كلبك دلوقتي، وبيبص لجو بيقول له انت دلوقتي بقيت كلب الامير ال 18. فبيقول له جو كفايه هزار بقى لحد هنا علشان ما تزعلوش انتوا الاثنين. هنا بيغضب الامير لين وبيقول لتشين الكلب بتاعك ده اتجرأ ووقف قدامنا فما تلومنيش على اللي هعمله بقى. بيتجه لين للراجلين اللي معاه بيقول لهم اسمعوا كلام الامير السابع واقطعوا رجل الكلب ده، وبيقول للجو لو انت اتجرأت وقاومت انا اللي هعاقبك بنفسي. هنا الامير السابع بيضحك وبيقول له انا هخليك تشوف بقى لما الكلب يروح للملك الغلط. هنا بطلنا تشين بياخد ردة فعل وبيقول لرجاله الامير لين وقفوا مكانكم انت وهو. فبيتكلم الامير السابع مع تشين وبيقول له انت ليه بتوقف؟ هنا تشين بيحط ايده على كتف جو بيقول له انا تشين ابن الملك ال 18 وانت زي اخويا. ساعتها جو بتصعب عليه نفسه وبيعيط وبيحضن تشين. هي دي بقى الحته الطيبه اللي عند تشين اللي مش موجوده في بقيه الامراء واللي هتساعد ان هو يتغلب عليهم كلهم. هنا بيضحك الامير السابع وبيقول لتشين ده ممكن يبيعك في اي وقت. وقتها جو بيدافع عن نفسه قدام تشين، وهنا تشين بيتكلم وبيقول انت مش محتاج تشرح لي حاجه، انا ما يهمنيش انت كنت ايه قبل كده، المهم دلوقتي انا مش شايف منك الا الولاء ليه. فبيضحك الامير لين في الوقت ده وبيقول لتشين انت ناسي ان عيله جو طول عمرها عيله وضيعه في مملكه التنين والفيل. وبعدها بيبدا لين ان هو يهدد له وبيقول له انا هديك دلوقتي فرصه، يا اما تسيب ابن الملك ال 18 وتيجي معانا وتكون كلب للامير السابع، يا اما عيلتك اللي موجوده في مملكه التنين والفيل هيتم معاقبتهم في الكهف الجحيم، وساعتها انت مش متخيل انا ممكن اعمل فيهم ايه. لو بيترعب جدا من كلام الامير وبيقعد يتوسل له وبيقول له انا هديك الفلوس اللي انت عايزها بس ارجوك ما تعملش كده. هنا الامير لين بيقعد يذل في جو اكتر ويقول له اركع وازحف على ركبك لحد ما توصل لجزمتي والحسها بلسانك لحد ما تلم، وانا وقتها بس هسيبهم في حالهم. انت فاكر ان الابن ال 18 الوداع ده ممكن يحميك مني؟ ده مجرد ضعيف وفاشل. ساعتها جو بيتضايق جدا وبيقول له كفايه بقى، انت ممكن تتريق عليا براحتك وحتى لو مش عايز تعاملني زي البشر عادي، لكن انت مش حقك تتعامل مع ابن الملك ال 18 بالطريقه دي. فالامير السابع وقتها بيغضب وبيقول له انت بقيت كلب فعل واتعلمت ان انت تحمي سيدك وشكلك كده ما بقتش مهتم بعيلتك زي الاول. ولسه هيكمل كلامه لكن بتيجي الجنيه زهو من وراه بتضربه بالمطرقه بتاعتها، وهنا الامير السابع بيتكف على وشه على الارض. فبيغضب الامير السابع وبيزعق للجنيه زهو وبيقول لها انت ازاي تتجرأي وتهاجميني تاني. فبتهدده الجنيه زهو ان هو لو غلط تاني هتكرر نفس اللي عملته معاه. هنا الامير السابع بيقوم من على الارض وبيقول لها انت مين علشان تهددين؟ فبيرد عليه تشين وبيقول له طب خلصت اللي عندك؟ يعني انت كل اللي كنت بتعمله الفتره اللي فاتت انك بتحاول تهين، ايه اللي بعد كده يعني؟ فبيرد عليه الامير لين وبيتحدى تشين في قتال، وبيكمل لين كلامه بيقول له انا مش فارق معايا انت بتعمل ايه ولا ازاي خليت الاميره التاسعه تكون خادمه تحت امر، لكن انا كل اللي هعمله النهارده ان انا هخلي الاميره دي تشوفك انك مالكش اي لازمه خالص. ساعتها تشين وبدون سابق انذار بيديله قلم على وشه بيفضل معلم من قوته. بيغضب الامير جدا وبيتصدم وبيقول له انت ازاي تتجرأ وتضرب؟ فبيرجع تشين يضربه تاني وبيقول له هو انت فاكر نفسك ايه؟ انت يا ابني مجرد امير لمملكه قديمه بمستوى زراعه منخفض، انت ازاي تتجرأ وتصرخ في وشي وتكلمني كده؟ هنا الامير بيخاف وبيرجع لورا وبيقول للرجاله بتاعته حد يقتله، انا عايز اشوف الكلب ده مرمي قدام. فبيقرب واحد من الرجاله بتوع الامير لين وبيقول لتشين انا النهارده هعلمك درس. وقتها الامير لين بيقول لتشين مقاتل اللي قدامك ده في قمه الفنون القتاليه، انت قدام مجرد مبتدئ وانا عايز اشوف انت ازاي هتتعامل معاه. هنا تشين بيستخدم جوهره نيوان بيوجه بيها ضربه قويه جدا للمقاتل ده، وبتقدر الضربه دي ان هي ترمي المقاتل ده بره خالص. في اللحظه دي الامير بيتفاجئ جدا وهنا تشين بيوجه له ضربه هو كمان بالجوهر، الاثنين بيترموا لبعيد وهنا بيضحك تشين ابن الكياده قدامهم علشان يستفزهم. في الوقت ده بيتدخل احد المقاتلين وبنعرف ان اسمه هوانج لاو وده واحد من رجاله لين. ساعتها جو بيكلم تشين وبيقول له هوانج ده زمان سافر حوالين مملكه التنين والفيل واكتشف كهف الجحيم ل 18 حكايه، وقتها اتصاب مملكه التنين والفيل ساعدته وادته فرصه عظيمه انه يزرع التقنيه الشريره الاستثنائيه جواه، والتقنيه دي غرضها هو امتصاص طاقه الناس، وان معظم الناس بيحاولوا يبعدوا عن مقاتلته بسبب عواقب القتال معاه، وده لان اي حد بيقاتل معاه طاقته بتخلص وحتى قاعده الزراعه بتاعته بتجف، اي حد بيتقاتل مع المقاتل ده يبقى مصيره الموت. وفجاه بيجي ابن خالة تشين واللي اسمه لو جوان ده، بيكون تشين مش فاكره لانه طبعا مش صاحب الجسم اللي هو فيه، وده طبعا زي ما عرفنا في اول القصه، بس بيقدر يسترجع ذكريات صاحب الجسم الاصلي وبيفتكر جوان لما علمه حاجات وحشه زي السرقه، ولما سرق كنز سيد المدينه وجه يبيع الكنز عيلته اكتشفت ومنعته يقابله تاني، وبتيجي الانسه لوليان اللي هي بنت خالة تشين واخت جوان برضه، وفي اللحظه دي بيحاول الامير السابع ان هو يتودد ليهم. بنشوف الانسه لو هي بتتعامل مع تشين بطريقه مش كويسه وبتوصفه ان هو وصمه عار في عيلتهم، وبيحاول اخوها جوان ان هو يدافع عن تشين وبيطلب منها ان هي تعامله كويس، لكنها بترفض تغير معاملتها مع تشين. وهنا تشين بيقول لها انت من 3 سنين طلبت مني الحبه الخاصه اللي سابتها لي ولكن لما رفضت وخدتها انا من وقتها وانت بدات تكرهيني مش كده؟ فهي بترد عليه وبتقول له حتى اللي بتقوله ده صح اديني الحبه الخاصه حالا، لكن بطلنا تشين بيرفض ان هو يديها الحبه تاني. هنا الانسه لو بتقول للامير السابع والامير ليان عيله لو مالهاش علاقه بالابن ال 18، انتوا تقدروا تعملوا فيه اللي انتوا عايزين، انتوا احرار معاه. هما الاثنين بيشكروها وبيؤمر الامير لين العجوز هوانج يقتل تشين،
هوانج. هنا هوانج بيقول لتشين انت ضعيف جدا بالمقارنه بيا، علشان كده انا هعمل حركه واحده بس، لو قدرت تنجو من الحركه دي فانا هسيبك في الحال وامشي. هنا جو بيحاول يتدخل في الموضوع ويحمي تشين، لكن تشين بيبعده بعيد وهوانج بيبدا يعمل الضربه بتاعته، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بيستخدم بطلنا تشين جوهره نيو وان وبيقدر بها انه يمتص كل الطاقه الناتجه عن ضربه هوانج. بيتصدم هوانج وجوان بيكون مبسوط جدا من تشين، وفي نفس الوقت بتكون الاخت لو متضايقه جدا وبتقول لنفسها الاداه الغريبه دي لؤلؤه نيو وان، هي ازاي وصلت لايد ابن الملك ال 18 الزباله ده. وبعدها هوانج بيمسك سيفه وبيقول لتشين ما هديك حركه واحده بس كمان. هنا تشين بيقول له استنى، انت قلت انك هتعمل حركه واحده بس وانت كده بتغش في الاتفاق اللي ما بيننا. بيقرر تشين ان هو يمشي من المكان، وهنا الامير لين بيقول للامير السابع مش لازم نسيبه يمشي من هنا. في اللحظه دي بيحاول الامير السابع يستفز تشين وبيقول له شكلك كده خايف اعترف انك مجرد طفل فاشل. فبيضحك تشين وبيرد عليه بيقول الحركات اللي انت بتعملها دي ما تتعملش عليا، انا صاحب المواضيع دي يا حبيبي. لكن الشيخ هوانج بيشارك هو كمان في الحيله بتاعه الامير السابع وبيقول لتشين ايه رايك لما تضربني مره وانا اضربك مره. وبيكمل لينا على كلام هوانج وبيقول لتشين الشيخ هوانج هيفضل واقف مكان من غير ما يتحرك، وهيسمح لك انك توجه له ضربه الا لو كنت جبان وخايف بقى. هنا بيضحك بطلنا تشين ابن الكياده وبيقول له انا مش هينفع اوسخ ايدي بامثالك. في اللحظه دي بيغضب الامير السابع وبيقول لتشين بصوت عالي لو عندك الجراءه فعلا فالشيخ هوانج واقف اهو يسمح لك انك تضرب. فبيضحك تشين اكتر وبيقول له انتوا رخاص قوي لدرجه ان انتوا بتتوسلوا ليا ان انا اضرب. طيب انا عندي فكره، ايه رايكم لما كل واحد فيكم يديني 100,000 حجر روحي وانا هوافق اني اقتل الشيخ هوانج. فبيزهق الامير السابع اكتر وبيقول له ازاي تتجرأ وتقول كده، انت عايز تاخد 100,000 قطعه، انت بتطلب كتير قوي. بيغضب الامير لين وبيقول له انت كمان عايز تضربنا وتاخد احجار روحيه. فبيستفزهم تشين وبيقول لهم انا مش فاضي للكلام معاه. بيحاول الامير السابع ان هو يوقف تشين وبيقول له دول 100,000 حجر روحي تعالى خدهم اهم. وبيتكلم الامير لين في الوقت ده وبيقول له انا مش معايا كتير من الاحجار الروحيه، بس كنز التنين والفيل دي قيمته ما تقلش عن 100,000 حجر روح. في المشهد اللي بعده بنشوف هوانج العجوز الخطير ده وهو بيستعد، وكمان بنشوف بطلنا تشين وهو بيستعد للقتال معاه. وبكده للاسف تكون حلقه النهارده خلص. يا ترى ايه اللي هيحصل مع بطلنا تشين وهيقدر يتغلب على العجوز ده ولا ايه اللي هيحصل؟ كل ده واكتر هنشوفه الحلقه اللي جايه. كل سنه وانتم طيبين، ويا ريت الفيديو ده يوصل 3000 لايك في اول يوم علشان الفيديو اللي بعده ينزل على سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. سلام.